شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم. عملنا كوبايه قهوه من غير سكر كالعاده، لا مش كالعاده قوي، بنحاول نتعود عليها. وصلينا العصر، وده يعتبر اول فلوج ليا الصبح، لان انا مش بحب اصور غير بالليل او بعد الفجر، فالله المستعان. بمناسبه السؤال بقى العميق اللي انا سالته، لان هو جه في دماغي، او انا كمان السؤال ده صعب وتقيل على كل واحد فينا. خلاص فاضل ايام قليله على رمضان ويدخل علينا الشهر، ولكن كل سنه نفس المشهد، نفس التجهيزات، زينه ومنبهات علشان السحور وحاجات جميله قوي كده. ولكن قبل ما الايام الحلوه دي تدخل علينا، في سؤال لازم نساله لنفسنا ونوقف كده معاه وقفه كبيره، وهو هنعمل ايه لو ده اخر رمضان لينا؟ هتقول لي بلاش دراما. هقول لك مش دراما، ولكن تذكره لنفسي وليك، لنفسي الاول. والله ربنا بيقول كل نفس ذائقه الموت، فانت ضامن عمرك؟ ضامن اصلا انك انت تحضر رمضان اللي جاي ده؟ محدش فينا ضامن حاجه. الفكره ان كل واحد فينا جواه عدو اسمه لسه بدري. لسه بدري اظبط صلاتي، لسه بدري افتح المصحف، لسه بدري ان انا هيئ نفسي، والايام بتجري. ولكن نسينا ان ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بص لقدام، ما تنساش بكره انت محضر له ايه. فانا مش جاي الومك، انا واحد منك زيك بالظبط، ويمكن انت احسن مني. بغلط وبقصر وبرجع تاني، بس انا عايز السنه دي ما تبقاش زي السنه اللي قبلها، ما يبقاش رمضان زي اللي قبله ادخله واخرج منه زي ما انا بالظبط، مفيش اي حاجه اتغيرت واقول هو ايه رمضان. انت فاهمني؟ فده اللي انا بحاول اوصل له الفتره دي. فانا عملت القهوه ولكن ما شربتهاش، فهشرب القهوه وفي كذا حاجه المفروض ان انا اعملها، وهكمل الفيديو لان احنا محتاجين نفوق بجد. والله انا محتاج افوق جدا، فالله المستعان. هخلص الكام حاجه دول ونكمل. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. السلام عليكم مرة أخرى. ذاكرت شوية والمغرب أذن، نزلت صليت وطلعت كملت مذاكرة، والعشاء أذن فهنزل أصلي وهقابل صحابي بعدها. يلا بينا. السلام عليكم مرة أخرى. أنا حاسس إن الفلوج بدأ يسرح مني، فما صورتش حاجات كتير وهتفضل لأن أنا عايز الفيديو ده يبقى مركز على فكرة إن أنا عشان رمضان. فتخيل بقى لو ده آخر رمضان ليك، تحب ربنا يشوفك إزاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم يعني الحق قبل ما الحاجة دي تفوتك. اغتنم خمسا قبل خمس، منها حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك. انت بقى رمضان فرصة من الفرص اللي لازم نستغلها ونطلع منها علشان ربنا يغفر لنا ان شاء الله. لازم رمضان فرصة من الفرص دي، لو فاتك مش هيرجع غير السنة الجاية، وانت تعرفش هو ممكن يرجع ولا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له. فرمضان يعتبر سباق ان احنا لازم نسابق فيه نفسنا، ونسابق فيه الزمن، ونسابق فيه كل اللي حوالينا. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث بيقول لك اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه اول حاجه، تاني حاجه غلقت ابواب النار وسلسله الشياطين. فانت تخيل ان رمضان يدخل عليك وتخرج منه مش مغفور لك ذنبك، ونفضل نقول ونلوم نفسنا احنا ما حسناش برمضان، ورمضان فاتنا زي رمضانات اللي فاتت. فانت لازم رمضان ده يبقى رمضان تغيير. يعني الفتره اللي فاتت اتفرجت على كذا درس من سلسله الاستعداد لرمضان للشيخ امجد سمير. احنا عايزين نسمي رمضان ده رمضان التغيير. هو بقى سماه رمضان التعافي.
شوف انت سمي رمضان ده بالنسبه لك رمضان غير اي رمضان تاني، لان الوقت ده مش مجرد ساعات، ده عمره. فربنا بيقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران، دي آية شهر رمضان. شهر رمضان وبعدها إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإيه بقى يا رب؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي على الصيام. فإحنا بقى إيه؟ إحنا مش عارفين يعني إيه الصيام، فأنا بس مش عايز أتعمق في حتة الصيام عبارة عن إيه وتصوم من إيه وإيه اللي تعمله في الصيام، لأن أنا مش شيخ. ولكن لو هنصحك نصيحة واحدة هقول لك بس روح اتفرج على فقه الصيام، شوف حد انت بتحبه او بتتابعه واتفرج على فقه الصيام، هيعرفك يعني ايه صيام. حتى لو مش هتسمعه كلها، مش هتسمع الفقه الصيام كله، ولكن على الاقل يكون عندك تخيل وفهم لمعنى الصيام. طيب اهو قبل رمضان وانا عايز استعد ومش عارف اعمل ايه، هقول لك احنا مش عايزين حاجات كبيره وحاجات ضخمه كده نحطها ونهول الموضوع ونفضل مستمرين مثلا اول 3 4 ايام في رمضان وبعد كده نقعد. انا بقى قبل رمضان عايزك تمسك ورقه وقلم كده وتقعد تكتب انا عايز اطلع ايه من رمضان، او اطلع عامل ازاي. ايه النسخه اللي انت عايز تطلع بيها من رمضان؟ 10 دقائق، نص ساعه، ادي نفسك الوقت اللي انت عايزه واقعد جاوب فيه على السؤال ده. واحنا اصلا بدانا تحدي على التليجرام من فتره، وده اليوم تقريبا ال 22 او ال 23، بدانا فيه على حاجات بسيطه يعني من 100 ل 500، لا حول ولا قوه الا بالله. ذكر، ما قلتش حاجه كبيره، ما قلتش قيام ليل، ما قلتش مثلا حاجات ضخمه ولا اذكار صباح ومساء، انا قلت بس ذكر من 100 ل 500 اللي تقدر عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، علشان هي لا بحولك ولا بقوتك ولا بشطارتك، ولكن بإعانة ربنا ليك وإنك أنت تقدر تستمر على الحاجة دي. فإحنا مشكلتنا مش عايزين كم ولا عايزين حاجات كبيرة قوي ما نقدرش نستمر عليها، إحنا عايزين الاستمرار. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. فإحنا عايزين حتى لو حاجة صغيرة بس نفضل مستمرين عليها. فمثلا حط مثلا عدد ختمات معينه انت عايز تختمها، ففي واحد عايز يختم كذا ختمه، وفي واحد عايز يختم ختمه واحده بتدبر، وفي واحد عايز يصلي قيام ليل وتهجد، وفي واحد مش هيقدر غير على التراويح. شوف انت عايز ايه وايه اللي انت هتقدر عليه ومقدرتك انت واعملها. فده اول حاجه. تاني حاجه، شوف ذنب معين انت كنت بتعمله وحاول تبطله في شهر رمضان، ولو وقعت قوم، ما تفضلش تقول بقى انا مش هقدر الحق واللي فاتني وناس كتير قوي خلصت. هتلحق، لو لحد اخر لحظه هتلحق، ولكن انت ما تفضلش سايب رمضان كله من قبل ما يبدا. هو احنا عايزين نستعد له، انا مش عايزك توصل لمرحله ان رمضان فاتك. ربنا بيقول ان الله يحب التوابين، يحب التوابين اللي بيقع ويقوم ويكمل ويقع ويقوم لحد ما يستمر. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الفكره ان مفيش ضامن ليك انك انت تعيش لرمضان اللي جاي او اللي بعده. خليك في اللي في ايدك، خليك في اللحظه اللي انت فيها دي دلوقتي، استغل اللي تقدر عليه، خطط لقدام، علشان حتى لو الواحد يتسأل عن حاجه هو كان ناويها، يا رب انا كان عندي النيه ان انا اعمل كذا، حتى لو ما عملتوش بس هتثاب على نيتك. ما تستناش اول ليله وتقول يا رب سامحني، ابدا حضر لرمضان من دلوقتي، حتى لو هتصلي ركعتين قيام الليل، حتى لو هتقول اي ذكر، المهم انك انت تبدا. انا بس مش عايز منك اي حاجه غير حاجه بسيطه، بس النهارده مثلا تصلي قيام ليل وتقول اللهم بلغنا رمضان، اسال ربنا ان هو يا رب انا مشتاق لرمضان وانا عايز الحقه، فيا رب بلغنا رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ذنوبك كلها تتمسح. انت متخيل؟ رسالتي بس انك انت ممكن تكون فاكر ان رمضان للناس الكامله او الناس الملتزمه، او هو جاي للناس الملتزمين. لا، رمضان عامل زي محطه هتقف فيها من كل الدوشه اللي حواليك وهترجع تاني لنفسك. ربنا يبلغنا رمضان ويجعلنا من عتقائه من النار. ادعوا لي، والسلام عليكم ورحمه الله.